السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما كده يا رب. النهارده بقى جايلكم فيديو جديد يا رب يعجبكم. هعمل معاكم حمص الشام او الحلبسة زي ما انتم بتقولوا عليه. يعني انا هنا جايبه الحمص نقعاه من امبارح، مسكته بقى الاول نقيته من اي حاجه وحشه فيه، ونقعته كده في ميه من امبارح بالليل لحد تاني يوم ما انا كنت نقعاه يعني. وهنا بقى هوريكم بقى المقادير. معايا هنا معلقه توم باودر وبصل باودر ومعلقه بابريكا ومعلقه كمون ومعلقه سكر، ومعايا بردك هنا بصلايه مقطعه قطع صغيره وفصين توم هرساهم، ومعاهم نص قرن فلفل، ومعايا بردك 5 6 طماطميات كده ضربهم في الخلاط ومصفياهم عشان مش عايزه فيها اي قشر. دي المقادير بتاعه الحلبسه. تعالوا بقى نشوف هنعملها ازاي. هنا كنت حاطه بقى الحله بالميه على البوتاجاز تغلي. هضيف اول حاجه الطماطم، وهضيف عليهم البصله اهي. طريقتها سهلة خالص، متاخدش معايا يعني أي وقت خالص، وأحسن من اللي بتتباع برا بكتير. وأنا هنزل بقى بالثوم والفلفل. ممكن تضيفوا ال اللهم صل على النبي، ممكن تضيفوا الثوم فصوص زي ما هو سليم، أو ممكن ترصوه عادي. ونزلت برضك بالحمص الشام اهوت عليهم. وهضيف بقى آخر حاجة البهارات بتاعة هيئة الحلبس. دي بقى الطريقة اللي أنا بعملها بيها، جربوها هتطلع معاكم إن شاء الله طعمها حلو. هقلب بقى كل المكونات كده عشان ادوب يعني كله مع بعضه كده، اقلبه كله مع بعضه. وهسيبها بقى تستوي مع نفسها كده، ومش هحط لها الملح دلوقتي الا قرب ما تيجي تستوي. انا بقى هنا هسيبها بقى تستوي، ولما تقرب تستوي كده هوريكم وانا بحط لها الملح بتاعها. هنا بقى كانت خلاص اهي قربت تستوي. هي طول ما هي على البوتاجاز كده، طول ما يعني على طول ايديا فيه كده بقلب يعني عشان يستوي كله من فوق ومن تحت. ضفت بقى الملح اهوت اخر حاجه اهو، وهغطي عليها بردك تكمل سواها. ولما تستوي بردك ايه هوريها لكم. هنا بقى كان خلاص الحمص معايا استوى. ده كله على نار هاديه يعني، أنا مش معليه البوتاجاز عشان ما يفرش ويبهدل البوتاجاز. اهو زي ما انتم شايفين كده استوت اهيت خالص. تعالوا بقى ايه هنحطه مع بعض في الكوبايات مع بعض. زي ما انتم شايفين كده بقى جبت الكوبايات دي. هي ما تتقدمش يعني لو هي سخنه كده تتشرب، ما ينفعش تتشرب بارده. الجو بقى كان ساقع يومها كده وما شاء الله شربناها دفتنا وكانت طعمها حلو. يا ريت تجربوها بالطريقه ديت، هتعجبكم واحسن والله من اللي بتتباع بره بكتير، وانضف واحلى كمان. انا بقى كنت عملت لكل واحد فينا كده كوبايه. شايفين اللون بتاعها، لونها يعني شكل اللي بتتباع بره هي زي ما انتم شايفين. ومعلقه البابريكا يعني مديلها لون حلو برضه كمان. هجيب بقى الليمون هضيفه عليها. فيه الناس بتحب عليها ليمون وفيه ما بيحبش عليها ليمون، يعني هو الليمون اساسي يعني الحلبسه. فانا هضيف يعني عليها كل كوبايه كده عصره زي ما انتم شايفين كده. وهحط بردك من فوق كده يعني شرايح من الليمون كده تديلها شكل حلو. وبكده بقى يكون الحلبسه معايا هي بقى خلصت خالص. وكده بقى هقدمها لهم. زي ما انتم شايفين كده قربت لكم الكاميرا اهي ما شاء الله. يعني شكلها تفتح النفس وحلوه، وطعمها احلى كمان ما انتم شايفين كمان اهو ما شاء الله اهي. والميه بتاعتها طعمها حلو. وانا بقى كنت بعمل ليا كوبايه كده حطيت لها شويه شطه، انا بحبها مشطشطه. وبكده بقى يكون فيديو النهارده انتهى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.